اتحداكي لو جربتي الفراخ المشويه على طريقتي انا استحاله تشتريها من بره تاني. هنعملها بتتبيله بسيطه جدا، بجد كل اللي هيدوقها عندك هينبهر بيها، وكمان هيسالك على مقاديرها. والله جوزي واهلي ما كانوش مصدقين اللي انا عملتها في البيت، بجد كانت حلوه قوي، مش قادره اوصف لكم الطعم والشكل كمان، انتوا هتحكموا بيه. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسيش بقى اللايك امر انت وهي، وكمان كومنت حلو زيك تشجعني بيه. هنا بقى معايا فرختين، مقطعه الفرخه على 8، مقطعاها قطع صغيره عشان ما تاخدش معايا سوا، وفي نفس الوقت اللهم صل على النبي تشرب من التتبيله كويس جدا. طبعا لو حابه تستخدمي وراك او جناحات او فرخه كامله حسب اللي انت حباه. هنا بقى هنعمل منقوع النعم بتاع الفراخ. طبعا اللهم صل على النبي هنعمله بطريقه حلوه قوي، هتخلي الفراخ بتاعتك استحاله تبقى زفره. نزلت بقى بكميه الفراخ كلها، حسيت ان الميه زياده الصراحه نقصتها شويه. هنا بقى هبتدي انزل بمعلقتين من الملح كبار، وهنزل كمان بمعلقتين سكر، وهنزل كمان اللهم صل على النبي بليمونتين او 3 معصورين، يعني حسب ايه الكميه اللي انت هتستخدميها. انا هنا على الفرختين استخدمت ليمونتين، لا استخدمت 3 عشان معلش عصرت ليمونتين وليمونه قطعتها طرنشات. ونزلت زي ما قلت لكم معلقتين ملح ومعلقتين سكر. ناس بتحط خل على الفراخ، بس انا الصراحه ما بحبش احط خل عشان بحس ان هي بتغير لحم الفراخ، او بتخليه مثلا اللي هو يبيض زياده عن اللزوم. احنا عايزين الفراخ بتاعتنا هي صبحه ونضفناها كويس، كفايه او الملح والليمون ومعلقتين السكر اللي احنا حطيناهم. هنا بقى هنبتدي نعمل التتبيله. معايا قطيتين وبصلتين، ومعايا كمان ليمونه وقرن فلفل، ما كترش الفلفل قوي، يعني احنا ايه الكميه بتاعتنا مش كتير، عشان كده مش هنكتر التتبيله قوي يعني التتبيله ما تفتش مننا وفي الاخر نرميها، لا احنا عايزين نستخدم بس على قد كميه الفراخ اللي احنا هنعملها. استخدمت قطيتين وبصلتين وكمان قرن فلفل، واللهم صل على النبي نص ليمونه. ما تكتريش برضو الليمونه عشان الفراخ ما تبقاش مزه معاكي زياده عن اللزوم. هنا دي بقى توابل مشكله من بهارات بقى 7 بهارات، واللهم صل على النبي، وتوابل فراخ وكاري وكركم وجوز الطيب وجوز الهند، يعني توابل مشكله بجيبها من عند العطار. ان شاء الله هسيب لكم مقادير في صندوق الوصف. ونزلت كمان بالملح، ونزلت بمعلقه كبيره من الزيت او معلقه ونص، ما كترش الزيت قوي. ونزلت طبعا الاساسي فلفل اسمر. هبتدي اضرب كل دوت في الكبه كويس او لغايه لما انعمه ويبقى عباره عن ميه مش تفل، يبقى عباره عن ميه. وهبتدي انزل بقى على الفراخ بتاعتي. شايفين الجمال؟ شايفين الصوص حلو قوي؟ شايفين اصلا شكل الخلطه بجد بيتكلم عن نفسه؟ لو وصلتوا للحته ديت عايزاكم بقى تدوسوا لايك، للناس اللي ما بتدوس لايك امانه عليكم، عايزاكم تدوسوا لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ما تنسوش بقى كومنت حلو زي كنت تشجعوني بيه. هنا بقى هبتدي ان انا اقلب الفراخ. طبعا التتبيله بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، ومكونات كلها متوفره في اي بيت. انت لو رحت عند العطار وقلت له عايزه توابل فراخ مشويه هيديها لك في اكياس جاهزه بقى، اللي انت حابه تجيبيه، عايزه تجيبها سايبه او اكياس دوت ايه حاجه ترجع لك. هنا بقى اللهم صل على النبي سبتها لمده ساعتين في التلاجة. طبعا لو انت مش مستعجله عليها اعمليها قبلها بيوم او اول ما تصحي، بس انا زي ما قلت لكم احنا كنا هنحشيها عشان كده ما كنتش اعرف. سبتها بس لمدة ساعتين، بس مش قادرة اوصفلكم كان طعمها تحفة. هنا بقى حطيتها على الشبكة. انتوا طبعا شفتوني وانا بدعكها بايدي كويس عشان ادخل التتبيلة جوه اللحم. طبعا اهم حاجة عشان الصينية ما تتوسخش وتقفي تغسلي المواعين وتفضلي تكحتي فيها وكمان الصينية تبوظ منك، حطي ورقة سلوفانة. لا اما تحطي اللهم صل على النبي الشبكة وتحطي تحتها صاجة لو انت مش متوفر عندك ورق السلوفانة، بس هي هتتعبك شوية في غسيلها وكده. هنا بقى هبتدي اقفلها. مش قادره اوصف لكم الشبكه دي بتبقى حلوه قوي، بتدي للفراخ شكل، وكمان بتحسي كده ان انت بتشوي فراخ، يعني كل شويه تقلبي فيها عشان تتبخر من كل ناحيه. هنا بقى كنت بقفلها بس الصراحه كان قفلها صعب قوي. ابتديت بقى ان انا اقفلها ضغطت عليها وكده. هدخلها بقى الفرن، كنت مولعه الفرن من تحت بس. مجرد ما الفراخ استوت ولعت الشوايه. شايفين بقى بجد تحفه هي اصلا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تخيلوا بقى بعد ما تستوي بجد اللون حلو جدا، شايفين بتلمع ازاي؟ تعالوا بقى يلا نطلعها مع بعض. مش قادره اوصف لكم والله والله الكاميرا ظالمه اللون. هنا بقى جبت اللهم صل على النبي 4 ترغيفه من العيش، سواء بقى عيش بلدي عيش محمص عيش شامي ايه المتوفر عندك، ورشيت حبه من الخضره. وهم الصراحه كانوا بيعملوا طحينه وكده، وكمان عملنا جنبها مكرونه بشاميل. بس المكرونه بشاميل هتنزل لكم لوحدها عشان انتوا عارفين احنا بنعمل مع بعض وصفه وصفه. لو انتوا حابين نعمل مع بعض فيديو كامل عن اكلات كامله اكتبوا لي في الكومنتات. شايفين شكل الصينيه بعد ما خلصت؟ حلوه جدا بجد. لو حد يعني عازمه حد عندك وقدمت له الصينيه دي قدامه بجد مش هيصدق خالص عاملاها في البيت.
كل اللي هيشوفها هيتخيل ان انت جايباها من بره، وكل اللي هيدوقها عندك هيسألك على مقاديرها. بجد الصينيه دي اول ما طلعت قدامهم خلصوها فورا. مش قادره اوصف لكم القطط تحتي بتاكل العظم والله. يعني احنا يا دوب اتغدينا وطلعت اسجل لكم الصوت على طول. يعني الفيديو هينزل لكم ان شاء الله النهارده. دايبه دوب، بس انا ما كنتش عايزه ابوظ شكلها، وفي نفس الوقت كانت سخنه جدا. مش قادره بقى اوصف لكم طعمها وريحتها. اللهم صل على النبي. انا كمان ولعت فحمايه. اسفه ان الحته دي اتقطعت. سامحوني، اصل اختي كانت بتصور بايديها عشان أنا معيش الستاند وكده. بس انا ما حبيتش اضيع عنكم الوصفه الجميله ديت. شايفين اللحم ابيض وزي القشطه. اسفه على صوتي. لو وصلتوا بقى للحته ديت وعجبكم الفيديو، اتمنى بقى تجربوا الوصفه بتاعتي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وكمان كومنت حلو زي كنت تشجعوني بيه في رعايه الله.